السلام عليكم خوتي خواتاتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وصحه ومهنيين. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم نوع من انواع القريوش اللي هو قريوش الورده، اللي يجي بزاف هايل انيق شباب بحشو بسيط. روحوا المقادير. بسم الله. هنا كما راكم تشوفوا عندي هذا الكاس تاع 220 ملي، ناقص منه اسبوع تامه نكملوه بالمصهر، وما فيش بزاف مقادير، يعني مقادير قليله هكذا، وتوجديه بالخف يعني بلا ما تورقي بالآلة. وهنا نحتاجو نص كاس تاع زبدة بين زبدة وزيت، يعني تخلطوا الزبدة والزيت ولا ديروا غير الزبدة. ومن بعد نزيدو نضيفو حبة تاع بيض، راح يدينا حبة تاع بيض هكذا، ونخلطوا كلش، نخلطوا هذيك الزبدة والبيض والماء. وبعد نزيدو مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز ولا خميرة فورية، ونزيدو مغرف كبيرة تاع سكر، كيف نخلطوهم مليح. ومن بعد نزيدو مغرف كبيرة تاع الخل هكذا، كل ما نديرو يعني مكون نخلطو. هنا زدت مغرف صغيرة تاع ملح هكذا. ومن بعد نزيدو الفارينة، نبداو نضيفو الفارينة نضيفو بالشوية ونخلطو، يعني حتى نوصلوا القوام اللي رانا حابين. وبالنسبه للكميه تاع الفارينه ما نقدرش نعطيكم المقدار، على خاطرش كاينه اللي تشرب وكاينه، يعني ضيفوا بشويه حتى تحصلوا على عجينه تكون متماسكه وطريه. وكما شفتوا ضفت مغرف صغيره تاع خميره الحلوى لا ليفر شيميك، ونبقاو نخلطوا هكذا ونضيفوا بشويه الفارينه حتى نتحصلوا على القوام اللي رانا حابين. ومن بعد نحطوا العجينه تاعنا على سطح العامل هكذا، راح نعجنوها واحد 2 دقائق باش كامل هذوك المكونات يدخلوا في بعضهم. هذا مكان يعني ما راناش راح نعجنوها بزاف، 2 دقائق 3 بركات هكذا. ومن بعد نخلوها تريح هكذا، من بعد نخلوها تريح لداخل الغيسيبيون واحد 20 دقيقه. ومن بعد نروحوا نحضروا الحشو. هنا كما راكم تشوفوا بنفس الكاس تاع 220 ملي عندي 3 كيلات تاع لوز مرحيين هكذا. كما تقدروا يعني ديروا الكاوكاو ولا الجوز ولا تخلطوهم، ثاني يجي الحشو هايل، يجي هايل بنين. ومن بعد زدت نص كاس تاع سكر غلاس، وللذوق تقدروا يعني ديروا مبشور الليمون. انا هنا درت حوالي مغرف صغيره تاع السكر فاني، نخلطوهم مليح. وهنا راح نلم الحشو تاعي بالبيض، راح نضيفو 2 حبات، وإلا خص زيدو. ونبداو نلمو الحشو تاعنا بهذه الطريقه حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. هكذا حتى نتحصلوا على هذا القوام، يعني كي تكوروها في يدكم تتكور هكذا. دركا نغطيها هذه الحشوه. وهنا بعد ما خلينا العجينه تاعنا ريحت 20 دقيقه نروحوا نحلوها. شوفوا هنا عندي المايزينه، راني نعاون روحي بالمايزينه هكذا. راح نحل العجينه تاعي باش ندير التوريق. نطلوا لوجهه العجينه بالمايزينه ونديروا التوريق تاعنا هكذا. ومن بعد بالطول نزيد نحلها للمره الثانيه، راح نزيد نحلها هكذا، نورقوها للمره الثانيه ونعاونوا روحتنا بالمايزينه. نطلوا الوجه مليح هكذا ونطوها على هذا الشكل. بركا نخليها تريح هكذا، نخليها تريح واحد 5 دقائق هذا مكان. ومن بعد ان شاء الله نجو نشكلوا القريوش تاعنا. هنا بعد ما خليتها ريحت نروحوا نحلوها كيف. وهنا بعد ما حليتها على سمك رقيق هكذا 4 ملم، ونجيبوا طابع مدور ونبداو نطبعوا العجينات تاعنا على هذا الشكل هكذا، نطبعوها كامل. ومن بعد نشدوا العجينه هذه الزايده كامل، نلموها هكذا ونحطوها في كيس بلاستيكي هكذا باش ما تيبسناش. ومن بعد ان شاء الله نزيدو نعاودو نحلوها ونخدموا بها. هنايا شوفوا، هنايا نشد دائره من هذوك الدوائر، ندير شويه في الوسط واسمو المايزينه كما راكم تشوفوا. حكمت 3 قطع ونشدوا الحلال نحطوه في الوسط ونجبدوها، يعني نحلوها للفوق وللتحت، من الاسفل
للفوق. هكذا. ومن بعد نشدو بياض بيض كما راكم تشوفوا وندهنوا وجه العجينه ولا سطح العجينه هكذا. ومن بعد نجيبوا هذاك الحشو اللي حضرناه كيف كورته على هذا الشكل حوالي 30 غرام هكذا. ومن بعد نحطوها في الوسط ونبداو نلمو في العجينه تاعنا، نضغطو مباشره وين كاين العقده، ما نخلوش الفراغ بين العقده والعجينه، نضغطو مليح بواسط الاصابع هكذا. ومن بعد نجيبو نقطعو الزائد هذا هكذا، نلموه نحطوه في كيس بلاستيكي ولا. ومن بعد نبداو نشكلو الكرات تاعنا على هذا الشكل، نكوروها مليح. ومن بعد نجيب شفرة الحلاقة، راح نقسم الكويرة هذه الى نصفين، وكل نصف نقسمو على زوج. دوك تشوفوا معايا كي تكونوا تقسموا ما توصلوش حتى لتحت، خلوا شويه مربوطه، خلوا شويه يعني لتحت مربوطه العجينه مع الحشو هكذا. نقسموه حتى للحشو عادي، يعني نديرو نقسموها على 4 كما تقدروا، يعني تقسموا الحبه تاعكم على 6. انا كما شفتوا قسمت على 4، ويعني ندمت اللي ما قسمتهاش على 6. على 6 يعني بكل صراحه راح تجيكم بزاف شابه ومورقه، تجيكم بزاف شابه الحبات تاع القريوش تاعكم. هذه هي. انا نكمل كامل نخدم الكميات تاعي نشكلها ونروحوا ان شاء الله لمرحله القلي. كما تعرفوا يعني الحاجه تاع القليان تبغي كميه مليحه تاع الزيت. نسخنوا الزيت تاعنا شويه على المتوسطه، ومن بعد نحطوا الحبات تاعنا ونقصوا مليح للنار هكذا. وبواسطه هذه المغرف كما راكم تشوفوا نرموا على الوجه الزيت هكذا، وشوفوا كيفاش تبدا تتفتح عندنا الورده. يعني كما قلت لكم بكل صراحه ما كاش اللي ما يغلطش، كون قسمتها على 6 كانت تجي الورده مفتوحه اكثر واكثر. المهم حتى هكذا جات شابه، يعني بدلت شويه. من نتوما لا حضرتوا يعني هذو الوريدات اقسموا الحبات تاعكم على 6 راح يجي الشكل بزاف شباب على هذا. وهنايا راني نعسل في القريوش كما راكم تشوفوا، القريوش سخون والعسيله بارده، يعني راح نعسل غير واش نحتاج، واللي يعني ما نحتاجوش نخليه من بعد ونعسله. وهنايا وصلنا الى نهايه الفيديو. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.